أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تلقيه خطاب النوايا للترشح الثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال من أجل استضافة كأس العالم نسخة 2030. وأكد الجهاز الوصي على كرة القدم العالمية عبر موقعه الرسمي أن إدارة الفيفا ستجري حوارا مباشرا مع الأطراف أصحاب ملفات الترشح لضمان استلام ملفات مكتملة وشاملة وتقييمها بحسب متطلبات الحد الأدنى للاستضافة التي صادق عليها مجلسها مسبقا. وأضاف الفيفا في بيان رسمي: سيركز الحوار على المجالات التي حظيت بالأولوية في الرؤية العامة لهذا الحدث، وأبرز المعايير المأمول بها من بنية تحتية وخدمات، والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان. ويختتم: سينشر فيفا لاحقا تقييمه وتقاريره، وفي حال تم تلبية هذه المتطلبات ستقوم الاتحادات الوطنية المجتمعة في مؤتمر الاتحاد الدولي بتعيين الدولة أو الدول المستضيفة لهاتين النسختين المتتاليتين من هذه البطولة.